لو عاوز تخلّيه يفُك البلوك، أنت قدّامك اختيارين والاتنين أهم من بعض، بس أول حاجة اعمل لايك، شجّعني علشان أنزّل حاجات شبه كده كتير، تمام؟ لمّا نعرف إن الشخص عامل لنا بلوك ده عامل لنا بلوك بأسباب كتير جدًا، ممكن من ضمنها إن هو شايفك زنّان وبتحبه وبتقعد ترغي معاه فيالّا اخلع منّي، أو بلوك اللي هو عقاب نفسي، ففي كلتا الحالتين أنت لازم تعمل أول حاجة إنّك تثبت له إن أنت شخص ما كانش ينفع يتعمل له بلوك، تمام؟ اعرف إن هو أدام عمل لك بلوك يبقى أكيد بيراقبك من تطبيقات تانية، أكيد بيسمع عنك أخبارك، لازم يسمع عنك إنك ناجح، إنك مبسوط في حياتك، إن البلوك ده ما خلّاكش أنت عايش حزين زي ما هو كان عاوز يوصّلك، لأ أنت عايش مبسوط وحياتك كلّها تمام والدنيا زي الفل، لازم يوصل له كده، لمّا يوصل له كده يعني هيحس إن هو عايز يفُك البلوك علشان إحساسه إن هو عامل لك بلوك وأنت أحسن منه وعايش مبسوط، ده مش كويس. تاني حاجة وهو الفضول، لازم تثير غيرة الشخص ده أو تثير فضوله بإن حياتك ماشية في طريق معيّن، هو مثلًا لو بيحب النجاح، ابدأ حسّسه إن أنت ناجح في حياتك وناوي تتطوّر في جزء معيّن، هتلاقيه بيفُك بلوك حتى عشان الفضول يعرف أنت عايز تنجح في إيه. لازم تعرف إن اللي بيعمل لك بلوك ده مش معناه إن هو كرهك أو مش معناه إن هو خلاص مش عايزك، ممكن يكون بس هو عبارة عن جَس النبض أو ممكن يكون استراحة نفسية، ففي كلتا الحالات أنت لازم تكون مُجبَر إنك تكون ناجح وتثبت له إن أنت شخص دلوقتي مبسوط في حياتك وما فيش أي حاجة فارقة معاك، وإن هو لو بيراقبك من بعيد يشوفك وأنت مبسوط وناجح، ساعتها هتفرق كتير جدًا، 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 ووقت ما هيفُك لك البلوك أقدر أقول لك إن أنت ساعتها هتكون انتصرت عليه انتصار ساحق. لايك.